وأول ما فتحت الباب لقيت السرير فاضي والدولاب مفتوح والنور كان مطفي. مشيت جري ناحية الدولاب وقبل ما أوصله حصلت حاجة جمدت الدم في عروقي. ايدين هيكل عظمي غرقانة دم خرجت فجأة من الدولاب وقفلت. قعدت أصرخ وحاولت أفتح الدولاب بس مفيش فايدة. صرخت أعلى وناديت على وليد اللي جه جري وكسر الدولاب بكل قوته لدرجة إن هو وقع على الأرض. وأنا جريت أبص جوه الدولاب عشان ألاقي ابني متعلق من رقبته في شماعة الهدوم ووشه كان مزرق، كان بيحاول يتنفس وأنا شلته عشان يعرف يتنفس. ووليد قام جري وقطع الحبل وأخدناه وجرينا على المستشفى ولحقناه على آخر وقت. بس الدكاترة من المنظر بلغوا الشرطة عشان تحقق في الموضوع لأنهم شكوا إننا اللي عملنا كده. وفعلا جه المأمور وقعد يسألنا عن اللي حصل وبعدها قال لنا طب انتوا تعرفوا أي حاجة عن تاريخ البيت اللي انتوا عايشين فيه؟ بس احنا ردينا عليه إنه لأ. ساعتها حكالنا عن اللي حصل من 30 سنة. قال إن هو كان لسه ناقل جديد وجاله تحقيق عن أسرة حصل لها حاجة في نفس البيت، وأما وصل هناك اكتشف حاجة بشعة. عرف إن الأم كانت بتتعرض لتعذيب وحش من جوزها لدرجة إنها فقدت عقلها تماما وقتلت جوزها وهو نايم، وبعدها خنقت وشنقت أولادها ال3 في نفس الدولاب اللي موجود في الأوضة بتاعت ابنهم، وبعدها قطعت رقبتها بنفسها وانتحرت. عشان كده المأمور قرر إن هو مش هيتهمنا إن إحنا اللي عملنا كده في ابننا. وقررت في ساعتها إن عمري ما هدخل البيت ده تاني أبدا.